هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة ضرة مصر والبحرين. زي ما في زينة رمضان، زي ما في حلويات رمضان، ده اللي احنا هنشوفه مع بعض ونكتشف اصلها وفصلها. Let's go. ويا جماعة أول حاجة معانا القطايف. القطايف دي أصلها مصرية، وجاي الاسم بتاع القطايف ده من إن هي سبب إن شكلها زي الجيب، وبيحشوها دايما بالجبنة وبالقشطة وبرضه حاجات تانية. وكلمة قطايف دي جاية من قطف، لأن زمان كانوا الشيفات بيقطفوها وبيحطوها في طبق خاص. فيلا بينا هندقها ونقيمها. بسم الله. الصراحة يا جماعة حبيتها، فهديها 9.5 من 10. يلا نروح للي بعده. ويا جماعة تاني حاجة معانا الكنافة. الكنافة أصلها من الشام، وبعض الناس بتقول إن هي من فلسطين، وسبب اسمها إن هي بتشبه الخيوط، واسمها اسم كنافة جاي من اسم كنف. اسم كنف ده معنى الاحتضان والحماية. الاحتضان والحماية جه الكنافة علشان هي بتحتضن السمنة والعسل. ويلا بينا ندوقها. بسم الله. الصراحة يا جماعة حبيتها قوي، بدي 10 من 10. يلا نروح على اللي بعده. ويا جماعة معانا تالت حاجة، واللي هي بلح الشام. بلح الشام أصله من سوريا، وهو مشهور جدا في كل الدول العربية، وهو سبب الاسم طبعا واضح قوي إنه هو شبه البلح ومن الشام. ويلا بينا ندوقه. حلو، هدي 8 من 10. يلا بينا نشوف اللي بعده. ويا جماعة معانا رابع حاجة، اللي هي صوابع زينب. صوابع زينب دي أصلها من مصر، وليها قصتها إن في واحدة اسمها زينب كانت عايشة في مصر، وجالها فرح، فعملت في الفرح ده حلويات، ما كانش ليها اسم. لما دوقتها للناس، الناس حبوها جدا، فأطلقوا عليها اسم صوابع زينب. ويلا بينا ندوقها. حبيتها يا جماعة، هدي لصوابع زينب 9.5 من 10. يلا بينا نشوف اللي بعده. ويا جماعة معانا خامس حاجة، واللي هي البسبوسة. أصلها من مصر، وهي في منها أنواع كتير جدا، منهم الكريمة والقشطة والمكسرات وحاجات تانية كتير. بس للأسف عشان قاعدة في البحرين مفيش منها غير بالسادة. سبب التسمية اسمنا الصراحة يضحكوا. أول اسم هو بسبس، يعني سهلة التحضير. تاني اسم تتبسبس بالسمنة، يعني اللي هو بتمتص السمنة كويس. يلا بينا هندوقها. بسم الله. هي حلوة، بس بتاعت مصر الصراحة أحلى منها كتير، فالبسبوسة هتاخد مني 7 من 10. يلا نشوف اللي بعده. ويا جماعة آخر حاجة معانا الزلابية. بيسموها في البحرين ودول الخليج عامة بيسموها لقيمات. أصل الزلابية من مصر، وهي اتسمت زلابية. أصلا اسم زلابية ده جاي من اسم زلب. زلب ده يعني بتسقط في الزيت، والزلابية دي أصلا بتتعمل في الزيت، عشان كده سموها زلابية. ويلا بينا ندوقها. محبتهاش قوي، فهديها 6 من 10. وبكده يا جماعة نكون اتعرفنا على أشهر حلويات رمضان، وعرفنا أصلها وفصلها. وقولولي في الكومنتات ايه أكتر حلويات انتوا بتحبوها رمضان، واستنوني في الفيديو الجاي. أهم حاجة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان متفوتكمش أي حاجة من المغامرات اللي احنا هنعملها. باي.